السلام عليكم. اليوم رح أعمل معاكم لحوح يمني بأسهل وأسرع طريقة. أول حاجة رح نحط كوبين من الحليب الدافي، بعدين رح نحط كوب من المي الدافية، وبعدين رح نحط نص كوب من الزبادي، وبعدين رح نحط بيضتين، نفقس عليهم بيضتين، وبعدين رح نضيف عليهم 3 ملاعق سكر، وبعدين رح نضيف عليهم ملعقة خميرة وملعقة من البيكنج بودر، وراح نحط عليهم ملح، ملعقة من الملح هنحط كمان عليهم، وبعدين راح نحط عليهم كوبين من الدقيق، وبعدين بعدين راح نحط عليهم ملعقة كبيرة من الزيت، بعدين راح نعصرهم بالعصارة لين ما يجي هيك قوامهم، وبعدين راح نحطهم على جنب 10 دقايق عشان يتخمروا. بعدين راح نجيب الصاجة، وبعدين راح نكب عليها زيت عشان ندهنها، وبعدين راح نكب عليها يعني الاشي اللي عملناه بعد انه يتخمر 10 دقايق، اللحوح يعني. وبعدين وهيك راح نفردهم يعني. أبو العافية، أنصحكم تجربوه كتير طيبة. باي.